in Morocco. Morocco. Pero Marruecos, Morocco. Morocco. And I've been to Morocco. You know, Morocco. Morocco. Go down and move to Morocco. In Morocco. Morocco. بالرغم من أنه رئيس الكاف كان خبر تبون يقول له أنه عدم مشاركة المغرب راح يترتب عليها عقوبات على الجزائر، ومن بعد وزاد قالها من بعد راح ترتب عليها العقوبات اللي نذكر بها حسبها، وكذلك تمنع الجزائر من احتضان أي منافسة إفريقية لمدة 5 سنوات إلى 4 سنوات. يعني تشوف من مشاركة المغرب فيه نقطتين، اولا يتخوفوا لو المغرب يشارك ويفوز بالكاس لانه عنده فريق قوي وفاز مرتين على التوالي بهذا الكاس، تصور يجي يفوز في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء، متابع قناة موروكان إمباير أينما كنتم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا في أحسن الأحوال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم يا إخواني جبنا لكم الإعلامي الجزائري هشام عبود، وهو كيتكلم عن الفضيحة التي قام بها النظام الجزائري، وذلك بعد تصريحه للمنتخب المغربي للدخول الجزائر، وقال بأن رئيس الكاف أبلغ رئيس تبون بأنه سيقوم بعقوبات قاسية على الجزائر. إخوانا لما نطول عليكم خليكم مع الفيديو ونتلقاو بعد نهايته. مسلسل تواجد المنتخب المحلي المغربي للمشاركة في فعاليات كأس إفريقيا للمحليين. طيارة مغربية كانت من المفروض أن تقل الفريق اليوم من الرباط إلى قسنطينة، كانت هنالك حافلة بالألوان المغربية تنتظر في قسنطينة، لكن الطائرة المغربية ما عطوهاش لاكور باش تطلع في الأجواء الجزائرية. ما هذه الصورة التي نرسل للعالم ولشبابنا عندما يتعلق الأمر بكرة القدم؟ هذه الكرة التي تجمع الشعوب من المفروض ولا تفرقها، لا تعترف بالحدود. لماذا السلطات الجزائرية ما فتحتش معبر زوج بغال وقالت لهم روحوا دخلوا مرحبا بكم أنتم في بلادكم، ويربحوا سمعة طيبة ويولوا الجزائريين باش القضية قضية علاقات سياسية بحتة، مش قضيات تمس الشعبين؟ لماذا كلتا الجهتين ما حبوش يلقاو حل لهذه المعضلة التي صمتت لاشان؟ باسكو المغرب ربحوا هذه البطولة مرتين متتاليتين، سي لي ديتونتور دو تروفي. غياب المغرب الآن حتى وإن برره العديد من الإعلاميين الجزائريين، لكن أظن باللي هذا إخفاق تنظيمي مرة أخرى لأن السياسة دخلت في الرياضة. السياسة دخلت في الرياضة وصار شيء مكشوف، صار شيء مكشوف. وهذا المسلسل هذا اكشف أنه في الجزائر صاحب القرار ليس من يدعي أنه رئيس جمهورية. لأنه واش اللي يحصل لما تطرح موضوع مشاركة المغرب، لأن المغرب هو صاحب اللقب لابد أن يدخل يشارك للدفاع عن لقبه. المغرب كان قدم طلب عن طريق الكونفدرالية لكرة القدم، يقول احنا، لأنه كان ينتظر شيء ما من طرف الجزائري، راسل لكاف قال احنا جيد نشاركوا، مستعدين نشاركوا، ولكن بشرط اننا نجيب بالطائرات ديالنا، بالطائرات تاع الخطوط الملكيه المغربيه. بقى الموضوع هكذاك مطروح. المنتخب المغربي بقى في انتظار الرد 48 ساعه من قبل، شاف ما جاش رد قال اوكي ما نشاركوش. دونك قال لهم روحوا ما قالوا نتاسفوا. هذا واش دار. لما جاء رئيس الفيدراليه الدوليه لكره القدم ورئيس وحضروا الى تدشين ملعب بالرقي، تكلموا مع تبون داير ندهشوا لما شافوش نقريحه حاضر هذا الاجتماع. كلموا مع تبون واش قال لهم؟ قال لهم لا ما كان حتى كل مشكل، يجيو ونرحبوا بهم كما نرحبوا بكل الفرق المشاركه بهم وكذا. رئيس لاكاف اتصل برئيس الاتحاديه المغربيه لكره القدم يخبره، يقول له
الجزائريين هم يرحبوا بكم وتقدروا تجيو تشاركوا، ما كان حتى مشكل. قال طيب، عاودوا جابوا اللاعبين تاعهم. اليوم الصباح راحوا للمطار على 6 تاع الصباح، لانه الطائره المفروض تقلع الساعه 9. باش تقلع الطائره لازم يكون عندها ان بلون فول، ما تقدرش الطائره تقلع. شكون يمد البلون فول؟ السلطات الجزائريه هي اللي لازم تمد. السلطات الجزائريه شكون هي؟ العسكر. وبالتالي الكلمه تاع تبوني اللي يمدها رئيس الكونفدراليه الافريقيه ولا رئيس الفيفا طاحت، ما عندهاش قيمه، لان العسكر رفضوا يعطوا لهم التصريح. قال معزه ولو طارت، بالرغم من انه رئيس الكاف كان خبر تبون يقول له انه عدم مشاركه المغرب راح يترتب عليها عقوبات على الجزائر. ومن بعد وزاد قالها من بعد راح ترتب عليها عقوبات. العقوبات اللي نذكر بها حسب 100,000 دولار غرامه، كانت تبني بها استاد تبني بها ملاعب، 400,000 دولار. يزيد تمنع الجزائر من المشاركه لدورتين في كاس الشان، تمنع الفرق الانديه الجزائريه من المشاركه في البطولات افريقيا للانديه، وكذلك تمنع الجزائر من احتضان اي منافسه افريقيه لمده 5 سنوات الى 4 سنوات. يعني تشوف العقوبات اللي تسلط على الجزائر، يعني كانت العقوبه معنويه اكثر مما هي ماديه. يعني عقوبه معنويه، وهنا تبهديل الجزائر. انت يا دير عكس سمعت، ويجوا الناس تعرض الناس كيفاش جارك اللي قدامك تقول له لا ما تجيش بالطوموبيل ديالك وما تجيش ديريكت من الدار حتى عندي، يلزمك تروح حتى تطاوي الليبان وتجي ذاك الوقت وارواح تحضر العرس. وعلاش؟ اسكو الجزائر كانت تقبل لو المغرب قالوا لهم ما تجوش ديريكت، روحوا على تونس وعديوا على البحر وارواحوا تدخلوا؟ اسكو يقبلوها؟ يقولوا لا ما تجوش بطائره تاع اير الجيري، روحوا بطائره اير فرانس ولا تونسيان. اسكو الجزائريين يقبلوا؟ ويكون موضوعي لما يطرح لنا. شكون اللي راهو طرح المشكل؟ المشكل راهو مطروح من طرف عصابه حاكمه في الجزائر لا علاقه لها بالرياضه، تخوفها من مشاركه المغرب فيه نقطتين. اولا يتخوفوا لو المغرب يشارك ويفوز بالكاس، لانه عنده فريق قوي وفاز مرتين على التوالي بهذا الكاس. تصور يجي يفوز في الجزائر. ديجا الانجازات تاع المنتخب المغربي اليف، المنتخب يعني تاع المحترفين، حقق يعني ملحمه في كره القدم بتربعه في المربع الذهبي لكاس العالم، وتم في تعتيم اعلامي جزائري مخجل انك ما تكلمش على ما حققه المغرب، ومن بعد يجي له فيغارو ينطق من يدعي انه رئيس جمهوريه يقول له هل صفقت؟ المغرب يقول طبعا، قل له طبعا. والمغرب شرف المغرب الكبير وشرف الكره الافريقيه ولا ايوه. ملي كنت دير في التعتيم الاعلامي وليت تقول راني صفقت وبارك الله فيهم. تبون ما عندوش القرار في يده. هنا راهم بينوه باللي راهو دميه بين يديهم. ان يقول لك الراجل يقول لرئيس الفيفا ورئيس الكاف يقول لهم مرحبا بهم يجوا يشاركوا، وعلاش ما على بالوش باللي كان موضوع قضيه تصريح في الاجواء الجزائريه. على الاقل يا تحبس اجواء، قال افتح معبر زوج بغالة سيدي. ما كانش. هي ما همش باغيين الفريق المغربي يشارك باش خوفا ان يفوز، خوفا ان يصفق له الجمهور الجزائري، خوفا من ان تكون فيه مظاهرات. اذا خسر الفريق الجزائري مع الفريق المغربي تكون في مظاهرات ضد النظام. ومشكل النظام انه يخاف من انصار كرة القدم. انصار كرة القدم معروفين اللي الحراك
بدا من عندهم الحراك الجزائري انطلق من الملاعب، الاغاني السياسيه ترددت في الملاعب. الى هنا اخواني نكون قد وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون الفيديو قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب، هذا كيخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد من المغاربه حول العالم. كذلك ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله هذا الاعلامي. كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناه اول باول، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم وموضوع جديد. الى اللقاء.